السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جربت قبل كده الكشري الحلة الواحدة؟ سهل جدا وبسيط وسريع ومفيش اسهل ولا اروع منه وتحفة، طعمه خرافي والله العظيم. جربيه مش هتبطلي تعمليه بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات كلها في البيت. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا عدس بجبة، طبعا مش هتكلم في كميات، الكمية حسب عدد افراد اسرتك. هحطها في حلة صغيرة كده واغسلها كويس بالشكل ده، وانزل عليها ب3 كوبايات مية مغلية. اهم حاجة تكون المية مغلية، لو مية باردة هيتنقع بس وهتلاقيه اختمر كده وبس. اما لو مية سخنة هيختمر ويتنقع وهينزل اللون الاسود اللي فيه. تمام. هسيبه كده لحد لما اخلص باقي الحاجات اللي بعملها ونرجع له تاني. قطعت بصل كده 3 بصلات كبار جوانح بالشكل ده، هحط عليهم شوية ملح، شوية ملح صغيرين، وشوية خل، 3 معالق خل كده كبار. تمام. الملح مع الخل بيخليه يقرمش كده ويبقى جميل قوي. هبتدي افكك البصل كده من بعضه واقلبه في الملح والخل بالشكل ده. هجيب الحلة اللي هطبخ فيها وهنزل عليها بشوية زيت حلوين، كتار كده عشان هيكمل معايا بقى الوصفة. هنزل لما الزيت يسخن هنزل بالبصل وابتدي اقلبه بقى واحمر فيه. تمام. هقلبه بقى لما ايه، واحدة واحدة كده لحد لما يدبل، وبعدين ينزل ميته وبعدين يتحمر ويقرمش الخضروات اللي كلنا عارفينها دي. تمام. طبعا الكشري في حلة واحدة من اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها لو انت تعبانة، لو انت حامل مش قادرة تقفي، لو انت بتشتغلي ما بتحبيش تقفي كتير في المطبخ، لو الجو حر ومش عايزة تقفي كتير في المطبخ. بجد يعني مريح جدا وسهل والطعم في منتهى الجمال. طبعا هبتدي اقلب كده لحد لما البصل ياخد اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده. تمام. ما خدش وقت خالص والله، والملح بخليه يتحمر بسرعة. هبتدي بقى اشيله من الزيت بالشكل ده. طبعا الزيت ده هنكمل بيه بقى ايه، كل حاجة في الكشري هنعملهم بشوية الزيت دول. تمام. هجيب حلة تانية وهصفي فيها كده شوية من الزيت بتاع البصل، ونعمل بقى صلصة الكشري بتاعتنا اللي كلنا برضو بنحبها. معلقة توم كبيرة في الزيت، وابتدي بقى اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي الاصفر الفاتح ده. تغمقهاش عن كده عشان ما تمررش. وهنزل بعصير الطماطم. تمام. وهحط بقى البهارات بتاعتي، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، وبابريكا. بس هي دي البهارات بتاعتي، مش هحط اكتر من كده. بالتالي كل حاجة سهلة وبسيطة وخطوات عادية، وكلنا ايه الحاجات دي كلها موجودة في كل بيت. نغطي عليها ونسيبها يعني تتسبك كده. هنا كانت خدت شوية، غلت شوية على النار، فاضل لها حاجة بسيطة كده تتقل شوية وخلاص على كده. معي هنا الزيت اللي باقي من البصل. هحط شعرية كده. هوريكم العدس، شايفين العدس؟ شايفين منزل مية قد ايه؟ مية سودة ازاي. المية دي انت لو سلقتيه المية دي بتبقى سودة، ولو حطيتيه ني برضو المية بتبقى سودة. المية السودة دي بتنزل على الرز. تمام. فبتخلي الرز شكله وحش ولونه اسود وطعمه وحش، فبجد الخطوة دي مهمة جدا في العدس. تمام. هنا حمرت الشعرية ونزلت بكوباية رز. هنزل بقى بالعدس بتاعي، صفيته كويس وغسلته بالشكل ده. طبعا على حسب ما بتحب الكمية حطي، وعلى حسب عدد افراد اسرتك حطي. تمام. ابتدي بقى اكسر المكرونة بتاعتي بالشكل ده. طبعا انواع المكرونة اللي احنا عارفينها، بعمل سباكيتي والصغيرة دي. تمام. بس كده. هحط الملح وهحط المية كأني بعمل رز عادي بالظبط. بس بجد والله العظيم طعمه فظيع. طبعا المكرونة لما تحط عليها المية وتسخن وكده كل ده المكرونة هتشرب مية وهتدبل شوية، مش هتفضل واقفة عيدان كده يعني، وهتستوي وهتبقى حلوة خالص. جربيه يلا، واللي ما جربش العدس بالطريقة دي جربه، هيفرق معاه جدا. وهتفرق في طعم الكشري وشكله وكل حاجة فيه.
تمام كده. يا رب الفيديو يكون سهل عليكم، ويا رب يعجبكم. حطيت ملح وبس كده، هسيبه يستوي وخلاص، يتشرب المية ويستوي. هجيب طاسة على النار واحط اخر شوية زيت من بتاع البصل. عملنا بيه كل حاجة اهو. نزلت بمعلقة توم هحمرها تاخد اللون الاصفر الفاتح اللي احنا عارفينه وكلنا بنحبه. ما تغمقيش اي بصل او اي توم عشان ما يمررش. هنزل بمعلقة شطة كبيرة، معلقة خل، معلقتين صلصة كبار كده، بس كده. وعملنا احلى دقة كشري. طبعا ما فيش كشري من غير دقة، كشري محلش الا بالدقة. ونزلت بشوية مية كده وهظبط الملح بتاعها وخلاص على كده. هنسيبها تغلي بقى في المية والمكونات دي كلها مع بعض غلوة كده، مش كتير يعني على النار وبس. وهنطفي عليها. تاني مفيش اسهل من كده وصفة، مع ان اصلا اسمه يخض، كشري مصري ومكوناته تخض، انما طريقته سهلة جدا والله. وهنا كان الرز. شايفين بقى الرز ابيض ازاي مع ان فيه العدس؟ ده ليه؟ لان عشان احنا نقعناه بمية سخنة. الرز ابيض وكل حاجة محتفظة بلونها. شايفين؟ هنا كنت وطيت عليه وسبته يستوي، وهنا كان بعد ما استوى. شايفين؟ مفلفل وجميل، ولون الرز ابيض، رز عادي كأنه معمول لوحده في حلة لوحده، مش معمول مع عدس ولا حاجة. بجد خطوة العدس دي مهمة، جربيها. ما بتغيرش طعم العدس ولا بتعمل اي حاجة خالص، بالعكس بتخلي طعمه احلى. هنيجي بقى نغرف الرز الكشري. انا مش مجمعة الكشري بجد فظيع. هنغرف بقى. طبعا حابة تغرفي طبق واحد، حابة تغرفيه اطباق، دي حاجة ترجعلك على حسب ما بتحبي. انا ساعات بعمل اطباق لكل واحد طبق، وساعات بعمل طبق كبير، يعني اللي يريحك. غرفت الكشري كده في الطبق. ننزل بقى بالصلصة. تمام. بس كده خلاص. وهحط البصل على الوش وخلاص كده. احلى كشري مصري ممكن تعمليه وممكن تاكليه، واحلى دقة في الدنيا. بجد جربيه، هيفرق معاكي كتير جدا وهترتاحي كتير جدا ومش هتشيل هم الكشري بعد كده. يلا جربوه. الف هنا على قلبكم. مع السلامة.